بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، إذا كنت تعاني من أي مشكلة في قواعد اللغة الإنجليزية فسوف نقوم إن شاء الله بعمل كورس في القواعد بداية من الصفر. ولو كنت ولي أمر وعاوز أو حابب تساعد ابنك أو بنتك ومش عارف إزاي، يمكنك متابعة حصص الكورس الخاص بقواعد اللغة الإنجليزية. معكم مستر محمد سمير، وعلى بركة الله نبدأ أولى هذه الحصص، وسوف نتحدث فيها عن البارتس اوف سبيتش. ما هي البارتس اوف سبيتش؟ البارتس اوف سبيتش هي أجزاء الكلام، أي الأجزاء التي تتكون منها الجملة في اللغة الإنجليزية. من المعروف أنه لا بد أن تستطيع أن تكون جملة صحيحة لكي يمكنك أن تكتب بطريقة سليمة جملة إنجليزية. نبدأ بأول جزء من أجزاء الكلام، وهو الناون. الناون اللي هو الاسم. الاسم في اللغة الإنجليزية كما هو في اللغة العربية يمكن أن يكون اسم إنسان human، ممكن يكون animal يعني حيوان، ممكن يكون place يعني مكان، ممكن يكون country يعني دولة مثلا. يبقى الناون هو ما يطلق على الشيء. الاسم هو أي اسم يطلق على الشيء نسميه ناون. تعالى لنمبر 2 في البارتس اوف سبيتش اللي هو البروناون أو الضمير. هناك عدة أنواع من الضمائر في اللغة الإنجليزية سنتحدث عنها بالتفصيل فيما لاحقا إن شاء الله، مثل ضمائر الفاعل وضمائر المفعول وصفات الملكية وضمائر الملكية والضمائر المنعكسة، وسوف نتحدث عنها بالتفصيل في حصص قادمة. نمبر 3 في البارتس اوف سبيتش هو الفيرب أو الفعل. لا غنى عن الفعل في أي جملة إنجليزية، ولا يمكن كتابة جملة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية بدون الفعل. والفعل لما نيجي نعرف الفعل هو ما يدل على حركة أو فعل. أي كلمة تدل على حدوث فعل أو حركة فهذه الكلمة تكون فعل. وهناك نوعان أساسيان من الأفعال في اللغة الإنجليزية، وهو المين فيرب اللي هو الفعل الأساسي، والهيلبنج فيرب اللي هو الفعل المساعد، وسوف نتحدث عن الفعل أيضا لاحقا في حصص لاحقة. نمبر 4 في البارتس اوف سبيتش is the adjective اللي هي الصفة. ولما نيجي نعرف الصفة بنقول هي it is a word which describes a noun. A word which describes a noun هي كلمة تصف الاسم، وسوف نتحدث عن الصفات أيضا بالتفصيل في حصص قادمة. Number 5 في البارتس اوف سبيتش is the adverb. adverb اللي هو الظرف أو الحال، يمكن أن نسميه ظرف أو حال. والظرف أو الحال is a word which describes an adjective أو a word which describes a verb. يعني هو كلمة تصف الصفة أو كلمة تصف الفعل. لما أقول لك مثلا he runs quickly، هو يجري بسرعة. quickly here is an adverb. تعالى نمبر 6 في البارتس اوف سبيتش اللي هي البروبوزيشن. البروبوزيشن وهي حروف الجر، وهناك أنواع
عدة من حروف الجر، منها حروف جر الزمان time and حروف جر البليس اللي هو المكان، وسوف نتحدث عن حروف الجر بالتفصيل في حصص قادمة إن شاء الله. تعال بقى على number 7 في ال parts of speech is the conjunction اللي هي أداة الربط. أدوات الربط لما نيجي نعرفها ال conjunction is a word which connects two sentences together. هي كلمة تربط جملتين معا، مثل but so because and all of these words are conjunction. كل هذه الكلمات هي روابط. but بمعنى لكن and بمعنى و so بمعنى لذلك because بمعنى لأن. وسوف نتحدث أيضا عن استخدام كل واحدة من هذه الروابط على حدة في حصص قادمة. number 8 في أدوات التعجب is the interjection اللي هي number 8 في ال parts of speech is the interjection اللي هي أداة التعجب. أدوات التعجب هي كلمات بتدل على بتصف المشاعر، مثل واو أوه ouch. all of these words are interjections. هي كلمات أو بتدل على التعجب. تعال بقى للعنصر اللي بعد كده في ال parts of speech اللي هو number 9 is the articles اللي هي الأدوات. وعندنا نوعين من الأدوات في اللغة الإنجليزية، عندنا ال definite articles اللي هي أدوات المعرفة، وال undefinite articles اللي هي أدوات النكرة. ال definite articles مثل ذا اللي هي تساوي ال في اللغة العربية. ال undefinite articles اللي هي and an and an. We will talk about the articles in the following lessons إن شاء الله. سوف نتحدث عن الارتكلز في حصص قادمة. number 10 في ال parts of speech العنصر العاشر أو الجزء العاشر في أجزاء الكلام هي demonstrative pronouns اللي هي ضمائر الإشارة أو أسماء الإشارة، اللي هي عندنا this و that these and those. دول بنسميهم demonstrative pronouns، ودول بنستخدمهم للإشارة إلى الأسماء and it is always أو they are always followed by nouns، ودايما بيجي بعديهم verb فعل يكون، وبعد كده بيجي بعديهم اسم. تمام؟ يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن جزء مهم جدا في تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية، وهي ال parts of speech اللي هي أجزاء الكلام أو الأجزاء التي تتكون منها أي جملة في اللغة الإنجليزية. ويمكن للجملة أن تحتوي على كل أو بعض من هذه الأجزاء. اتكلمنا عن الناون اللي هو الاسم، وقلنا الاسم ده ممكن هو ما يطلق على الشيء، اسم إنسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، اسم فكرة. وقلنا برضو بعد كده في ال parts of speech is the pronoun هو الضمير، وقلنا هناك عدة أنواع من الضمائر. قلنا في حاجة اسمها ضمائر الفاعل وضمائر المفعول وضمائر الملكية وصفات الملكية and so on. number 3 of the parts of speech واتكلمنا برضو على الفيرب، وقلنا الفعل هو ما يدل على حدث، هو ما يدل على حدث أو حركة. أي كلمة تدل على حدث أو حركة دي بنسميها الفيرب. وقلنا في حاجة اسمها main verb فعل أساسي and helping verb بمعنى فعل مساعد. واتكلمنا عن الادجكتيف، وقلنا ان هي a word which describes a noun كلمة تصف الاسم، زي big، زي small، زي fat، زي fast and so on.
اتكلمنا برضو عن الادفرب اللي هو الظرف، وقلنا الظرف ده هو كلمة تصف الفعل زي مثلا quickly يعني بسرعة، sadly يعني بحزن، and so on وهكذا. وهنتكلم ان شاء الله عن الادجكتيفز والادفربس بالتفصيل فيما بعد. البروبوزيشنز اللي هي حروف الجر، وقلنا هناك عدة انواع من الحروف، ومنها حروف جر المكان وحروف جر الزمان، وهنتكلم عنها برضو فيما بعد في حصص قادمة إن شاء الله. واتكلمنا عن عنصر آخر من العناصر التي تتكون منها أجزاء الكلام، وهي الكونجنكشن، أدوات الربط، مثل but بمعنى لكن، وand بمعنى وسو بمعنى لذلك، وبيكاز بمعنى لأن، وهنتكلم عن استخدام كل واحدة فيهم فيما بعد إن شاء الله. وقلنا هنتكلم بقى على العنصر الثامن أو الجزء الثامن من أجزاء الكلام، وهو أداة التعجب اللي هي بنسميها الانترجكشن، وهي كلمات بتستخدم للتعبير عن المشاعر مثل واو، أو، أوتش and so on. رقم 9 بقى في البارتس اوف سبيتش is the articles اللي هي الأدوات، وقلنا في نوعين من الأدوات definite و undefinite articles اللي هي أدوات المعرفة وأدوات النكرة. أداة المعرفة اللي هي ذا معنى ال، وآن اللي هي أدوات النكرة، وهنتكلم عن استخداماتهم أيضا في حصص قادمة إن شاء الله. رقم 10 في البارتس اوف سبيتش is the demonstrative pronouns اللي هي ضمائر الإشارة أو أسماء الإشارة، اللي هي this بمعنى هذا أو هذه، وذات بمعنى ذلك أو تلك، بستخدمها الإشارة للمفرد البعيد، أما this بتستخدم الإشارة للمفرد القريب. these بمعنى هؤلاء، وذوس بتستخدم للإشارة، these بتستخدم للإشارة للجمع القريب، وذوس بمعنى أولئك تستخدم للإشارة للجمع البعيد. هناخد بقى examples أمثلة، ونوضح البارتس اوف سبيتش الموجودة في هذه الجمل. الجملة نمبر 1 they go to school on foot. هم يذهبون إلى المدرسة on foot. تعال نمسك كل كلمة من هذه الكلمات ونوضح البارت اوف سبيتش بتاع هذه الكلمات. they ده pronoun ضمير، go ده verb فعل، to ده preposition حرف جر، school noun اسم مكان، on ده preposition حرف جر، foot دي معناها قدم دي noun. تمام. تعالى بقى نشوف الجملة التانية، المثال التاني. she دي معنى هي دي pronoun ضمير، speaks دي verb، English noun، well ده ايه بقى؟ دي adverb اللي هي ظرف او حال. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بهذه الحصة، وانتظرونا إن شاء الله في الحصة القادمة لشرح كل جزء من أجزاء الكلام بالتفصيل، وهنشرح إن شاء الله الحصة القادمة الناون والبروناون كجزء من أجزاء الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.